هل قفشه بيكتب نهايته مع النادي الاهلي ام هيرجع تاني لطريق الصواب؟ النادي الاهلي بيوقع عقوبه على مجدي قفشه، ولكن ما بيقولش الاسباب وما بيقولش ايه هي قيمه العقوبه. ايه الموضوع؟ لو ما فيهاش ارهاق اعمل لايك واشتراك. الاهلي بيوقع عقوبه على مجدي قفشه، ولكن في الاخبار مكتوب ان اسباب العقوبه، طبعا الاهلي ما قالش اسباب العقوبه، لكن بيقولوا ان اسباب العقوبه كذا حاجه. حته ان هو دخل يشوط ركله الجزاء بدون ما يعني يتبع الترتيب بتاع الفريق، ان هو علي معلول ثم حمدي فتحي مثلا ثم عمرو السوليه ايا كان. الحاجه التانية ان قفشه نزل حاله امبارح على الانستا بتاعته، يعني واللي هو زي فيها تلقيح، كلام ممكن يتاخد على كذا محمل. ممكن يكون قصده على الجمهور، قصده على النقاد، قصده على اللي بيهاجموه، قصده ممكن يعني، وبرضه استخدامه اصلا للانترنت او لمواقع التواصل الاجتماعي. فدي كمان سبب من الاسباب. ايه القصه؟ طب هل هو قفشه يعني خلاص خرج بره حسابات الاهلي؟ حته كمان ان قفشه عايز يحترف. هو قفشه نفسه عاوز يحترف ولا عاوز يلعب اساسي؟ ممكن يكون، خد بالك، في حاجات بتتعمل مع وكيل اللاعبين يعني الخاص بقفشه، ان هو مثلا يضغط بان ايه، والله اللعيب جاي له عقد احتراف، الباطن اخر الدوري السعودي وكده، بس اهو جاي له عقد احتراف. فبالتالي الاهلي يبدا يعمل ايه؟ الاهلي يبدا مثلا يكلم كولر، طب هو انت ما بتلعبوش اساسي ليه؟ او مثلا يعدل له عقده، او بيضغط باي شكل من الاشكال. في الاول وفي الاخر اللعيب مش عاجبه ان هو يقعد دكه، خصوصا قفشه كان اساسي. فدي برضو حاجه ممكن تكون مضايقه الناس منه. الخلاصه ان قفشه ماشي في الطريق الغلط. هل هو يعني عمل يعني كبيره من الكبائر؟ لا، بس الاهلي ليه اصول. انا مش دعوه بالاداره دلوقتي خالص، سيبك من الاداره. انا بتكلم على جمهور الاهلي. بصوا، جمهور الاهلي حاطط في دماغه حبه اساطير، هي دي المسطره بتاعته اللي بيقيس عليها. يعني انا مش هبعد بعيد ولا اقول لك التتش ولا اقول لك صالح سليم ولا الكلام ده كله، انا هجيب لك الجيل اللي هو بتاع وائل جمعه، محمد ابو تريكه. عندنا في نفس الجيل عصام الحضري، خلاص علامه وشكرا، اكس مش معانا. حسن مصطفى، اكس. وهكذا. اللعيبه بقى اللي زي بركات وجمعه وتريكه، لما كان يجي يجدد الاهلي معاهم ما كانوش يفتحوا بقهم، يمضوا على بياض، ما يعملوش مشكله. مفيش وكيل لاعبين يقعد يلوح بعروض وعاوزين مش عارف ايه. يتغير، يقعد على الدكه، يقعد على الدكه، ما يلوش بوزه، ما يعملش حاجه. ما طبعا ما كانش بيستخدم لا انستجرام ولا حاجات دي، كانتش لسه طلعت، او حتى لو كانت طلعت ما كانش هيستخدم. تمام. فالخلاصه ان قفشه كده رايح في سكه اللي يروح ما يرجعش، بس مع جمهور الاهلي. لو قفشه عاوز يرجع تاني للطريق الصحيح، يبقى قفشه يلتزم بالتدريبات، يعمل زي ما حسين الشحات عمل، يحاول يرجع تاني اساسي، ما يلويش بوزه لما يقعد دكه او يتغير، ووكيل اللاعبين بتاعه يخف شويه، ويبطل التلويح بحكايه ان جاي له عقد احتراف، جاي له مش عارف ايه. انت خلاص يا قفشه 26 سنه، وما اعتقدش انك انت عندك فرصه للاحتراف حقيقيه. هتبقى دوري سعودي والكلام ده كله، لكن اوروبا خلاص. آه الاهلي هو اللي هيكبرك وهو اللي هيخليك اسطوره. انت في ايدك تبقى اسطوره زي ابو تريكه وزي بركات وزي الناس ديت. عاوز ترجع الطريق الصحيح، سيبك من كل الشغل دوت، سيبك من جو الفلسفه. انا حاسس ان احنا عندنا لعيب فيلسوف، يعني حتى في كلامه مع الحكام وكلامه مع الخصم لما بيحصل حاجه، في حته تاتش كده فلسفه وفزلكه. خليك عادي، خليك انسان طبيعي، ارجع لقفشه بتاع القضيه. ممكن الانسان العادي الطبيعي اللي هو يعني فرحان بان هو بيلعب في الاهلي، وشرف لي ان هو بيلعب في الاهلي، ان هو فعلا شرف ليك او لاي حد انك تلعب في الاهلي. اشكركم، نتقابل في حلقه جديده ان شاء الله.